ألستم تحفظون قوله صلى الله عليه وسلم إذا هم المسلم بحسنة ولم يعملها كتبت له حسنة. لم توجد الحسنة ووجد أجرها، أرأيتم أعجب من هذا؟ الحسنة لم توجد، ما كان منك، لم يوجد منك صلاة ولا صوم ولا تصدق، لم توجد، أنت عزمت على فعلها لسبب ما لم يكن هذا الفعل، لم يبرز إلى الوجود، لكن وجد الأجر. هذا كرم الكريم سبحانه. ثم أعجب، شوف هذا الهم، يهم الإنسان بالحسنة ولا يعملها فيكون له هذا الأجر، وإذا عملها حينئذ دخل في التضعيف، على أنه عندنا حديث يدل على أنه بمجرد الهم يدخل في التضعيف، وهو قوله صلى الله عليه وسلم عند أحمد وغيره إنما الدنيا لأربعة نفر: رجل، أحد هؤلاء الأربعة رجل آتاه الله علما وآتاه مالا فهو يصل فيه رحمه ويعرف لله فيه حقه فهو بأفضل المنازل، ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا فهو يقول لو أن لي مال فلان لعملت فيه بمثل عمله يقول صلى الله عليه وسلم فتلك نيته فهما في الأجر سواء. يا إخواننا الآن هذا ديننا. وشوف، وفي المقابل إذا هممت بالسيئة فتركتها، أدركتك الخشية، أدركتك عناية ربك فألقى في قلبك الخشية منه فامتنعت من السيئة، كتبت حسنة. وإن اجترأت فعملت كتبت سيئة واحدة. فاعجبوا بعد ذلك كيف نلقى الله بسيئات راجحات على الحسنات. في غاية العجب، حسنات تضاعف بمجرد الهم، والحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، إلى أضعاف فوق ذلك كثيرة. والسيئة الهم لا يعد، لا يكتب، وإذا ترك لله كتب حسنة. ومع ذلك نجي وقد رجحت سيئاتنا المفردات على حسناتنا المضاعفات. نسأل الله تعالى أن يشملنا برحمته.